السلام عليكم. تصريح خطير من الحكم الألماني فيليكس سفاير يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على بيراميدز، ويصفع الإعلام المصري بسبب هذه اللقطة ويوصي بإيقاف الشيبي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على بيراميدز بهدف نظيف لوسام أبو علي، ليواصل الأهلي انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 15 فوز على التوالي. من ناحية أخرى، صرح الحكم الألماني فيليكس سفاير وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكاس القطرية، وقال: لقد اندهشت بعد هذه المباراة أن الإعلام المصري يهاجمني وبشدة بسبب أنني لم أحتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة 12 من الشوط الأول، فأنا كنت قريب بالفعل من هذه اللعبة ولم أحتسب ركلة جزاء، ولكن الفار استدعاني لكي أشاهد هذه اللقطة مرة ثانية. وعندما شاهدت هذه اللعبة فوجئت أن لاعب بيراميدز دفع مدافع النادي الأهلي بذراعه الأيسر وبقدمه اليسرى أيضا، ومدافع الأهلي هو الذي سقط أولا ثم سقط بعد ذلك لاعب بيراميدز. فكيف للإعلام المصري أن يهاجمني بسبب هذه اللعبة؟ فعليهم أن يشاهدوها. فمن الوارد جدا أن الحكام المصريين يحسبوا هذه اللعبة ركلة جزاء، ولكن نحن في ألمانيا لا نحتسب مثل هذه الحالات إطلاقا. أما اللعبة الثانية فهي كانت لعبة خطيرة جدا عندما تدخل لاعب بيراميدز الشيبي على لاعب النادي الأهلي الشحات، فأنا أعطيت للاعب بيراميدز كرت أصفر، وهذا خطأ فادح مني، ولكن أنقذني الفار صراحة. وعندما شاهدت هذه اللعبة في الفار شاهدت تدخلا خطيرا من لاعب بيراميدز على لاعب النادي الأهلي، وكان من الممكن أن تكسر ساق لاعب النادي الأهلي. وصلحت خطئي في الحال وأعطيت الكرت الأحمر المباشر للاعب بيراميدز، ولكن أنا كتبت في تقريري الخاص بالمباراة وأوصيت أن لاعب بيراميدز الشيبي يجب توقيع أقصى عقوبة عليه، لأنه كان تدخل متهور ومتعمد لإيذاء لاعب النادي الأهلي، وأتمنى أن يعاقب عقاب عسير، لأنه كان من الممكن أن ينهي على لاعب النادي الأهلي رياضيا إلى الأبد. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.